النهاردة هنعمل الكبدة الاسكندراني اللي انتوا شايفينها معانا في الفيديو الجميلة دي. يا رب تعجبكم. تابعوا معايا الوصفة عشان نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنجهز كيلو كبدة، وهنحط معلقة توم، معلقة ملح، معلقة شطة، كل دي معالق صغيرة طبعا، معلقة كزبرة، في الكزبرة ممكن نزود شوية، كمون، معلقة كمون صغيرة، وهنا عصير 4 ليمونات، وهنحط معلقة اكل دقيق. الدقيق ده مهم جدا لانه بيمسك الكبده يخليها ما تطلعش الصوص اللي جواها الميه دي. وهنحط فلفل اسود في الاخر وهنقلبهم كويس قوي. وهنزود شويه خل بعد ما نقلبها كويس لحد ما نتاكد ان كل التوابل وصلت لكل الكبده مظبوط. نحط شويه خل معانا، وفي طاسه بقى هنسخن الزيت كويس. هنجهز هنا الطاسة، نحط شوية زيت وحتة زبدة، وممكن نستغنى عن الزبدة او عن الزيت، يعني ممكن نعمل حاجة واحدة. هنحط الثوم ونشوحه كويس قوي لحد ما يبقى لونه اصفر، مش عايزينه يبقى بني علشان هو بيبقى ريحته اجمل وهو اصفر كده. قرن فلفل حامي هنقطعه شرايح ونحطه، ونحط الكبدة بتاعتنا بالتتبيلة اللي احنا عاملينها. ولازم الطاسة تكون سخنة علشان ما تطلعش مية. ونقلبها واحدة واحدة كده زي ما احنا شايفين في الفيديو كده. هنقلبها هنا. هنضيف قرن فلفل رومي متقطع، بيدي برضو طعم جميل مع الفلفل الحامي، وهنشوحهم. هنا بقت تقريبا جاهزة. ممكن نزود شوية مية لو حابين عشان نكتر الصوص شوية، ونديها غلوة كده 5 دقايق على النار. لما المية هتقل معانا وهيبقى الصوص شكله وطعمه أجمل يعني. وصلنا خلاص لمرحلة ان هي استوت، ونغرفها بالهنا والشفا.